ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده مليان افكار كتير وكلهم احلى من بعض. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان تستفيدوا من كل الافكار. تعالوا نشوف اول فكره بتقول ايه. فكره حلوه قوي للطم الابره بالخيط للناس اللي بتدوخ ونظرها ضعيف زي بالظبط كده وهي بتلضم الابره. كل اللي هنعمله ان احنا هنطلع طرف كده من الخيط زي ما انتم شايفين، وهنجيب ورقه كده صغيره خالص، هنيجي من جنب نطبقها كده. اهم حاجه نعمل لها بوز رفيع كده عشان هنستخدمه في الابره دلوقتي، ونحط طرف الخيط جوه الورقه ديت، وهنقفل عليها الورقه زي ما انتم شايفين. بس كده نجيب بقى الابره وندخلها كده، سامحوني معلش والله مش شايفه فعلا، وهنقطع الورقه كده. طلع معانا الخيط بكل سهوله. انا بصراحه اول واحده مبسوطه جدا من الفكره دي لان انا من اصحاب النظر الضعيف جدا. تاني فكره بقى، كلنا طبعا بنستخدم الاكياس اللي زي دي، اكياس البيكنج باودر والفانيليا والخميره. ساعات بنستخدم جزء بسيط منها وبنكون محتاجين نشيل باقي الكيس. هنجيب كده الكيس ونقصه قصتين من على الطرف كده. دي تاني قصه ميلي، بصوا مجوفه كده من النص. هنجيب بقى الكيس بتاعنا اللي احنا قصناه من نفس المكان اللي احنا قصناه منه، وهنبرمه كده نتنيه تانيتين تلاته من نفس المكان لغايه ما نعمل له طرف كده مبوز من على الطرف. وهنجيب بقى الجزء اللي احنا قصناه في الاول المجوف وهندخله كده جوه زي ما انتوا شايفين. فكره حلوه جدا، ومهما يحصل للكيس مش هيتقلب منه اي حاجه بره. تالت فكره معانا، عندنا دايما اكياس زي دي كده، وبخلافها بنجيب حاجات سايبه في اكياس عاديه شبه اكياس الفريزر. هقول لكم فكره حلوه قوي ان احنا ناخد منها ومفيش حاجه تطلع منها خالص ولا تتقلب. هنجيب طرف ازازه كده زي ما انتوا شايفين، الغطا بالحته اللي تحته بس، تمام. هنا نقصيت الكيس بس عشان كان طويل معايا بزياده. هبرم بقى الكيس معانا كده وهدخل فيه طرف الازازه وهتنيه عليه، وبكده هنقفل الغطا عليه زي ما هو كده. هيبقى عندك كانها ازازه بالظبط، تفتحيها وتاخدي منها اللي انت عايزاه وترجعي تقفليه تاني. ودي فكره ممتازه جدا برضو لاي فراده بتطلع من الكيس عندنا في الدولاب. هي فكره ممتازه وانا متاكده انها هتعجبكم جدا برضو. بصوا بقى للناس اللي مش هتعرف تقطع الازازه كده، في فكره تانية للموضوع بوز الازازه دوت. العلب اللبن بتاعت لبنيتا كلها فيها الجزء دوت كده وبيتفك بسهوله مع بعض. بصوا ده زي ده بالظبط، انا خلعاه منها، بيتخلع بكل سهوله. تجيبي السكينه وتتكي كده عليها من تحت نطره واحده هتلاقيها طلعت معاكي على طول. اخر فكره بقى معانا، ما تحطيش ابدا حاجات التيفال او الجرانيت او السيراميك على بعض بالشكل دوت. الصح انك هتجيبي اي ورقه عندك، ورقه زبده او اي ورقه، وترجعي تحطي عليها الحاجه اللي انت عايزاها، وتحطي ورقه تانية وتحطي صينيه تاني، وبكده حاجتك هتبقى كويسه ومش هيتجرحوا ابدا. لو وصلت بقى معايا لاخر الفيديو فانا حقيقي بشكركم جدا على متابعتكم الجميله، مستنيه دعمكم ليا باللايك والشير وذكر الله في الكومنتات. باي باي.